طب الاستماع ومشاهدة الفيديوهات وحفظ الكلمات حاجات مهمة لاكتساب اللغة، بتساعدك انك تفهم لو حد اتكلم، لكن مش هتضمن لك انك تتكلم بطلاقة، لان الطلاقة ليها حاجات تانية لازم تعملها. اخترعت لك خطة ال10 عشان تكون طليق في الانجليزي في 3 شهور بس الفيديو ده للمصريين فقط. اول حاجة هتختار موضوع انت مهتم بيه، لان ده بيزيد من تحفيزك واندماجك في عملية اكتساب اللغة، وكمان بيزود من احتمالية تطبيق اللي انت اتعلمته، لانك اخترت موضوع انت interested in، وده بيخلق لك positive learning experience و enjoyment. فمحدش بيحب الملل، وكلما زاد معدل الاستمتاع فاحتمال انك تسوف نسبة قليلة جدا. فهات كوباية شاي واكتب ورايا يا جميل. هو انا رحت اجيب شاي ما لقيتش غير شحبة تشيله. اول حاجة هتقرأ 10 دقايق في الموضوع اللي انت اخترته عشان تتعود على التراكيب اللغوية الانجليزية. هتقرأ بلوجز، وصفات اكل، مقالات، كتب، روايات، اي حاجة. عايزك بس في ال10 دقايق دول تتعلم كلمتين او جملتين او 3، تقرأهم بصوت عالي وما تستهونش بال10 دقايق القراءة دول، والله هيزودوا من حصيلتك اللغوية بطريقة رهيبة. تاني حاجة هتكتب 10 دقايق. يا عم هكتب ايه، هو انا مفيش حاجة اصلا في دماغي. اكتب يومياتك، الاحداث اللي بتحصل في يومك، المشاوير اللي هتروحها، رسائل لشخص، اخترع قصة، اي حاجة. فرغ دماغك في 10 دقايق. طب ليه بنكتب؟ عشان نستعمل الكلمات اللي اتعلمناها، وكمان ده بيساعدك على التفكير بالانجليزي thinking in English. الحاجة التالتة 10 دقايق listening comprehension. في ناس بتسمع أغاني براحتك، في ناس بتسمع أخبار الدوري الإنجليزي، في ناس بتسمع أخبار الدول العالم، في ناس بتسمع وصفات طبخ، ملخصات كتب، أي حاجة، أفلام، ممثلين. المهم تسمع 10 دقايق يوميا، والتركيز هنا بيكون على وصل الكلمات وإزاي بنضع ستريس على كلام معين. وكمان بتعرف من الاستماع اللغة الفعلية المستخدمة في الشارع. ونصيحتي هنا إنك تسمع وتقلد الشخص اللي بيتكلم، تحط نفسك مكانه، يعني لو هو مذيع هتتخيل نفسك ان انت مذيع. رابع حاجة هتشوف فيديو لمدة 10 دقايق، والفيديوهات more accessible nowadays، اسهل ماتيريال هتلاقيها في يوتيوب، في تيك توك. وبتركز هنا على non-verbal communication، في حاجات مش هتعرفها من الراديو، مثلا زي الهاند جيستشرز، الحاجات دي مش هتعرفها غير من الفيديو. ممكن الفيديو يكون في تيك توك، ممكن يكون مسلسل او فيلم او اي حاجة تانية. المهم انك تستمتع برحلة اكتساب اللغة قدر الامكان، وانا مش حرمك من حاجة، افلام واغاني ومسلسلات وحلويات. طب الاستماع ومشاهدة الفيديوهات وحفظ الكلمات حاجات مهمة لاكتساب اللغة، بتساعدك انك تفهم لو حد اتكلم، لكن مش هتضمن لك انك تتكلم بطلاقة، لان الطلاقة ليها حاجات تانية لازم تعملها، وهي الاوتبوت. لازم تركز على التحدث والكونفرزيشن والكتابة. عشان كده آخر حاجة في خطة ال10 إنك هتتكلم 10 دقايق. هو ده أصعب تحدي هيعدي عليك، تتكلم 10 دقايق، لكن لابد منه. فعشان كده عليك وعلى الأونلاين كوميونيتيز أو التشات جروبس. ممكن تدور على تشات جروبس للفتنس أو الطبخ أو البوك كلابس، وما تسيبش كلمة أو تعبير اتعلمته إلا وتستخدمه، حتى لو مش في مكانه. حاول تخترع له جملة وتستخدم التعبير اللي اتعلمته. عايز تمارس كل ورا بعضه، يعني 10 دقايق استماع، 10 محادثة، 10 فيديو ورا بعض عادي. عايز تقسمهم على مدار اليوم براحتك زي ما تحب. لازم تركز على انك to produce what you have learned، تطبق وتستخدم كل حاجة اتعلمتها. اتكلم وانت في العربية وانت لوحدك، سجل لنفسك، شوف حد اتكلم معاه، اتصرف. احسن حاجة فيهم الاكشوال conversation، دي حلوة جدا لانها بتخليك to think on your feet، بتفكر وترد في نفس الثانية. بس كده، سلام. شينو بس، يلا كله. على فكرة الشحباتشينو ده ايطاليانو، ايطاليانو وبشتري باليورو. عارفين اليورو بكام؟